السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأفضل حال. معاكم لمياء إبراهيم ودي قناتي. لو أول مرة بتشوفوني أتمنى تخشوا تاخدوا جولة في القناة وتقولوا رأيكم فيها ايه بإذن الله. النهاردة بإذن الله هنعمل بروش جميل جدا جدا، خفيف وطري وهش، ومش هياخد مننا في التحضير وقت ولا أي مجهود بإذن الله. هنسمي الله ونصلي على رسول عليه أفضل الصلاة والسلام. بس قبل ما نخش للفيديو أتمنى يا رب تعملوا لايك وتصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ويسعدني جدا ويفرح قلبي لو عملت له كومنت جميل جدا جدا تقولوا لي رايكم في الفيديو. معايا اول حاجه كوبايه من الحليب وكوبايه من الميه الدافيه. تمام، حابه تستبدلي الحليب بالميه مفيش اي مشكله خالص، هيبقى جميل جدا معانا. وحابه تستبدلي باللبن مفيش مشكله، بس كوبايه الميه بتعمل هشاشه للعجين. معايا 4 معالق من السكر، وكميه السكر دي تقدر تتحكمي فيه. معايا رشه من الملح، ومعايا بيضه. هاخد البياض واسيب الصفار على جنب. واضح لحد كده؟ الخطوات سهله جدا جدا وبسيطه. معايا مكعب من الخميره، تقدر تستبدليه بكيس من الخميره الفوريه او معلقه كبيره. تمام، ادوب المكونات كلها بتاعتي لحد ما الخليط كله يتجانس مع بعضه والسكر يدوب معايا. تمام. دلوقتي في المرحلة ديت أنا مش مسرعة الفيديو عشان البنات الصغيرة اللي حابة تتعلم العجين المظبوط الهش، تتعلم بإذن الله إيه، وإن شاء الله ترفع راسنا بإذن الله في المطابخ بتاعتنا بعد ما تتجوز. تمام. دلوقتي أنا هحط الدقيق بتاعي، والدقيق بتاعي بنوعيته لازم تكون نظيفة جدا. او تكون دقيق يعني درجة الدقيق اللي هي بتبقى، لو هي حتى دي الغلة تبقى الدرجة الأولانية. تمام. أنا عن نفسي عاملاها من الغلة عندي موجودة في البيت. ما عندكش هتجيب الدقيق الفينو أو الزيرو الموجود في المحلات. معايا معلقة من البودر، وعليها معلقة من الخل. بحط الخل على البودر عشان يعمل فوران، وده بيعمل نتيجة معايا جميلة جدا بإذن الله. هبدأ دلوقتي أعجن بإيدي لحد ما العجينة تكون القوام بتاعها زي ما حضراتكم شايفين كده. شايفين ما شاء الله. ومش هسيب العجينة من إيدي لحد ما القوام بتاعها يبقى طري طري مش يابس. والعجينة تسيب الطبق وتسيب ايدي، تبقى ايديا نضيفة كده من العجين، ما يكونش فيها عجين ولا يكون الطبق بتاعه موجود فيه عجين. بالطريقة دي بقى بيكون العجين اكتمل معانا. وخلاص كده هسيبها على المطبخ حوالي ربع ساعة بس، لأن الدنيا حر جدا جدا وهيختبر معاكي بسرعة جدا بإذن الله. دلوقتي هبدأ أكور العجينة بتاعتي. والعجينة الكور بتاع البروش دي بتبقى كبيرة شوية، يعني في حجم يعني ممكن تكون الليمونة اللي هي الإيطالي دي. تمام. وأكبر سنة صغيرة. تمام. لأن احنا يعني بيكون العجينة بتاعته مش بتتبطط ولا حاجة، لا بتنحشي وبتنها مكورة زي ما هي. تمام. لو وصلتوا معايا للنقطة دي صلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، ويسعدني جدا لو عملتوا له لايك واشتراك في القناة. يلا نكمل بقية الفيديو الجميل ده. الحشوة بتاعت البروش الجميل ده بتكون اختيارية. حابة تحشيها أي حاجة عندك، شاورما، فراخ، أي حاجة عندك. حابة تحشيها جبنة، حابة تحشيها حاجات مسكرة، ارفح أي حاجة عندك حلوة وعايزة تحشيها اختياري. عن نفسي أنا حطيت 3 معالق من السكر و3 معالق من العنب المجفف أو الزبيب الموجود عندنا كلنا في التلاجة طول السنة. تمام. أبدأ أحشي العجينة زي ما حضراتكم شايفين. وفيه ملحوظة مهمة، لازم العجينة تتقفل كويس جدا 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 من تحت، عشان هي فيه قرصتين فتحوا مني من تحت كده. هما ما عملوش حاجة، بس الأفضل إن احنا نضغط عليها جامد زي ما حضراتكم شايفين كده، ونقفلها كويس جدا جدا من تحت. الفيديو ده جميل جدا جدا، والله طعمها خرافة، هشة جدا وطرية زي القطن. والخطوات بتاعتها سهلة جدا جدا، تقدري تعملها في أي وقت. لو حتى انت قاعدة في السهرة بالليل مش هتاخد منك أي مجهود ولا أي حاجة. بتكون جميلة جدا وسهلة وسريعة بإذن الله. هقفل القرصة بتاعتنا شايفين ما شاء الله كده، وهكمل الكمية بتاعتنا كلها بنفس الطريقة.
الخطوة اللي بعد كده حطيت المخبوزات بتاعتنا جنبي على المطبخ، ولازم تتغطى بكيس تلاجة أو كيس استرتش عشان الوش بتاعها يبقى طري. دي ملحوظة مهمة جدا. معايا البياض الصفار بتاع البيضة اللي احنا كنا عينينه على جنب، وعليه معلقة من اللبن ورشة من الفانيليا. هبدأ أدهن الوش بتاع القرصة من جميع الاتجاهات كده، ما اسيبش حتة فيها إلا لما تهن. تمام. الملحوظات دي مهمة جدا. معلش لو أنا بتكلم كتير، بس أنا حابة أديكم المعلومة، أو حابة أدي البنات الصغيرة المعلومة كاملة، لأن بيقفوا في المطبخ يعني بيبقوا محتارين. فأنا يعني عن نفسي أنا حابهم يعملوا كل حاجة ويعرفوا كل حاجة، وربنا يجعلهم في ميزان حسناتنا بإذن الله. طبعا بعد ما خلصنا ندهن الوش كله، هنحط بقى سواء سمسم محمص او حبة البركة اللي انت حباه. مفيش مشكلة خالص، الخطوة دي اختيارية. تمام. بالنسبة للتسوية، الفرن هيكون سخن مسبقا، وهحطه على درجة حرارة متوسطة لحد ما ينفخ معانا كده، ويبقى هش وجميل. ولو الفرن بتاعك ما بيحمرش هحطه تحت الشواية. شايفين الجمال؟ بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. تحفة جميلة جدا جدا جدا. وطريقتها سهلة والله، جميلة جدا، أحلى من اللي بنشتريها مليون مرة. شايفين الجمال؟ لا، والطعم خرافة، طعمها حلو جدا جدا جدا. يا رب الفيديو النهاردة بتاعكم يكون بتاعنا بتاعكم فعلا يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش اختكم في اللايك والشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم منا بإذن الله كل جديد. واشوفكم على خير في فيديو قادم بإذن الله. سلام.